السلام عليكم، اهلا بيكم في مطبخي. انا مها من مطبخ المهندسه. بما اني موظفه بحب الاكلات السريعه واللي ما بتاخدش وقت واللي بتكون في حله واحده او في طاجن واحد. وبما اني برضو موظفه فانا الوصفه دي هحضرها قبل ما اروح الشغل. تمام، وهسويها نص تسويه. فالنهارده وصفتنا عباره عن ايه؟ عباره عن طاجن فراخ او صينيه فراخ، كله على بعضه كده، مفيش اسهل ولا اطيب من كده. قطعت كل المكونات سواء الفراخ او الخضار، البصل، الفلفل، وحطيتها كلها على بعضها، حطيت عليها التوابل والصوصات بتاعتها ودخلتها تستوي الفرن، غطيتها ودخلتها تستوي في الفرن. ما شاء الله طلعت تحفة، ريحة تشهي وشكل جميل جدا يفتح النفس. جربوها على طريقتي وان شاء الله مش هتندموا وهتدعولي. بس قبل ما نبدأ، يا ريت اذا عجبكم الفيديو ما تنسونيش في الاعجاب بالفيديو، واللي ما اشتركش في قناتي يا ريت ينورني ويشترك ويفعل جرس التنبيه عشان يوصله كل جديد باذن الله. شايفين الطاجن جميل ازاي؟ يلا بينا نبدا ونشوف الطريقه، سهله جدا. انا عملته زي ما قلت لكم. قدامكم خيارين وكذا خيار في الاكل، ان انتوا تاكلوه بعيش او برز ابيض زي ما انا عملت كده، او ممكن نعملها سندوتشات على فكره ونخفف الصوص اللي فيها ده شويه. وممكن نحط على وشها جبنه موتزاريلا وندخلها الفرن تسيح ونعملها سندوتشات وتبقى احلى طاجن فراخ بالموتزاريلا والخضار. تحفه جدا، وكل اللي هيدوقها من ايديكم ان شاء الله هتعجبه. يلا بينا على الطريقه، والمقادير سهله جدا ومش هتاخد مننا وقت. زي ما قلت لكم انا حضرت الحاجات دي الصبح وسويتها نص تسويه، ولما رجعت كملت. هنا قطعت فلفل اخضر حامي وبارد والوان في احمر، وتوم طبعا، بصل قطعته مكعبات كبيره شويه، طماطم قطعتها برده مكعبات شويه، وهنا عندي صدور من الدجاج قطعتها مكعبات. ممكن نستخدم صدور وممكن نستخدم وراك وممكن نستخدم خليط ما بين الاتنين. هجيب الصينيه اللي هشتغل فيها، سواء صينيه او طاجن اللي موجود عندكم. لا انا لو عندي طاجن عريض زي الصينيه اللي هستخدمها دي كنت عملتهم في الطاجن، لكن الطواجن عندي غويطه فمش هتبقى حلوه يعني. هنا عندي صينيه كبيره يعني تاخد الكميه اللي انا هعملها. فانا هحط الفراخ على البصل زي ما قلت لكم، احط كل المكونات على بعضها. ادي الفلفل وادي الثوم، فلفل اخضر رومي وفلفل احمر رومي وفلفل حامي، طماطم. عايزين تحطوا صلصه حطوا صلصه اللي يعجبكم، بس هي كان اللون بتاعها حلو قوي. ايه البهارات بتاعتنا والتوابل والصوصات سهله. اهم حاجه ان احنا هنحط ليمون، عصير ليمون كده، عصير ليمونتين، مش هنحط خل طبعا. هنحط دبس رمان. دبس رمان هيديله طعم حلو قوي، حلاوه كده مع المزازه بتاعت الليمون مع الملح. خليط هيعجبكم قوي ان شاء الله. هنا حطيت معلقتين برضو من الصويا صوص، وما نكترش عشان احنا هنحط ملح. تمام. هنا بقى بهاراتنا عباره عن شويه فلفل اسود، البهارات الاساسيه بتاعتنا، ملح طبعا مش هننسى الملح، شويه من البابريكا كده، شويه صغيرين مش كتير. احلى حاجه بقى في الطبق ده هنحط السماق. انا هنحط شويه سماق حلوين كده، يبقى حلو جدا مع الليمون. شويه حبهان صغيرين او رشه حبهان مطحونه صغيره. تمام. هنخلط كل المكونات دي بالزيت، الزيت النباتي او زيت زيتون. تمام. عايزين تحطوا سمنه بس هي لما تكون خفيفه هتبقى احلى طبعا. هنقلب بقى الخليط ده كله مع بعضه، نمزجه كده كله مع بعضه. تمام. هنا كان الفلفل كان سليم لسه ما تقطعش. هخلطهم كويس قوي مع بعض، وبعد كده انا مشغله الفرن طبعا في الوقت ده. هحطها في الفرن، هغطيها بورقه زبده وبعد كده بورقه فويل واسيبها على الشبكه. انا سبتها على الشبكه تقريبا خدت نص ساعه، الكلام ده كان الصبح قبل ما اروح الشغل، وطفيت عليها وسبتها لحد ما رجعت. يعني الخطوات دي كلها عاملاها وانا قبل ما اروح شغلي. بسوي السطح بتاعها كده عشان التسويه كلها تبقى واحده ومتجانسه. حلو قوي كده. لو عندك غطا للصينيه، غطا حله مثلا او غطا يخش الفرن، ممكن نغطيها. غطيتها بالفويل، خدت زي ما قلت لكم نص ساعه. الوقت ده بقى كنت رجعت من الشغل وكانت بارده، فقلت اكشف عليها اشوفها استوت ولا لا. هي استوت الحمد لله، حتى انا دقتها طعمها حلو جدا. بس الوش عايزين نديله لون حلو كده متحمر. انا قلت ادوقها طعمها حلو قوي قوي. جربوها ان شاء الله هتعجبكم قوي وهتعجب ضيوفكم وهتعجب اولادكم اهم حاجه. حطيتها تحت الشوايه شويه لحد ما خدت لون،
وكنت عملت رز ابيض. مش محتاجه سلطات، هي لو عايزين تحطوا طحينه توميه اللي يعجبكم. خدت لون حلو زي ما انتم شايفين اهو. جربوها وان شاء الله تعجبكم. طاجن عملي وسريع وطعمه بيروح للقلب مش للمعده. جربوه وهتدعولي ان شاء الله.